جربت اشوي الفراخ في الاير فراير، فحبيت اشارك معاكم النتيجه وطلعت عامله ازاي، وهل تستحق نشوي في الاير فراير ولا لا. هنا الفراخ انا كنت متبلاها بتتبيله ماجي للمشويات، هي بس ما فيهاش بابريكا فهي لونها مش غامق، لكن هي طعمها تحفه. انا هنا كنت لسه برضو حاطه فراخ، فهي الاير فراير نظيفه متقلقوش. هي الساعه بتاعتها 5.5 لتر، بتشيل لغايه 4 اوراق كبار، او 5 أو 6 لو صغيرين. حطيتها في الاير فراير وابتديت اظبطها على المده بتاعه الفراخ، بتاخد وقت 20 دقيقه على درجه حراره 200. وشغلت الاير فراير، استنيت لغايه طبعا لما 20 دقيقه خلصوا، وهنا جاهزه ان انا اشوف النتيجه بتاعتي. فتحتها كده لقيت الفراخ بجد ريحتها كانت حلوه قوي، وهي انا ما حطيتش نقطه زيت على الفراخ ولا اي ماده دهنيه، وطلعت بالمنظر ده. طلع اللحمه طريه جدا، اللون حلو جدا رغم ان التتبيله نفسها ما فيهاش حاجه تغمق لون الفراخ. ده غير ان انا كمان دقت الفراخ لقيتها جوسي، اللحمه طريه جدا، ما فيش اي حاجه تخليني اقول ان لا شاوي في الاير فراير وحش او نتيجته وحشه. بالعكس النتيجه حلوه جدا، موفره في الوقت وفي الطاقه، وبجد تستحق التجربه.